مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم أخبار العاشرة كالعادة دائما. نبدأ بالعناوين. مدرسة حلايا الفنية تخرج 42 طالبا بمستوى الشهادة. إشادة بمساهمة أهلية فاعلة في تأمين خدمات تعليم أكاديمي كفو. الطلاب يتكفلون ب80% من مجموع الدم المتبرع به في النصف الأول من عام 2023. شي جين بينغ يحذر من الثورات الملونة وبوتين صامد في وجه العقوبات. تركيا ومصر ترفعان مستوى التمثيل الدبلوماسي وتتبادلان السفراء. الرئيس السنغالي ماكي سال يعلن عدم الترشح لولاية ثالثة. خرجت مدرسة حلايا الفنية اليوم 4 يوليو 42 طالبا بينهم 23 طالبة، وذلك بعد أن أكملوا دراستهم الممتدة لفترة عامين متمثلة في صيانة الحاسوب ومد الشبكات وكذلك الحدادة. وأوضح مسؤول علم التدريس الأستاذ بنيام سلمون أن وزارة التعليم جهزت المدرسة خلال 11 عاما مضى بمعدات عصرية ومتطورة وكتب تستخدم للمراجع بهدف تنشئة طلاب متسلحين بمعرفة وفهم واسعين وقدرات عالية وفنون متقدمة، داعيا الخريجين لخدمة شعبهم بتفان مستخدمين أو مستفيدين من المعرفة المكتسبة. وقال المدير العام لقسم التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفايسيوم إن الطلاب يتخرجون في مرحلة مبشرة، مذكرا إياهم لتعزيز معارفهم وتسخيرها في مصالح الشعب والوطن. وذكرت ممثلة الخريجين أن التعليم يعد قوة دافعة للتطور المجتمعي والنهوض بالبلاد، متعهدة بتقديم كل ما يطلب منهم في مسيرة إعمار البلاد. هذا وتخرج مدرسة حلايا هذا العام للمرة التاسعة في تاريخها، وقد خرجت منذ بدئها الخدمة 372 طالب. أشاد مكتب التعليم في مديرية حقات بالمشاركة الأهلية وشركاء العمل الفاعلة في تأمين خدمات أكاديمية جيدة ومتوازنة. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إدريس عبدو صيانة المباني القديمة والأسوار المهدمة عبر مشاركة أهلية فاعلة خلال العام الدراسي 2022-2023، بالإضافة إلى بناء خزانات مياه ومراحيض وكذا صيانة البنى التحتية والطاقة الشمسية، فضلا عن صيانة المقاعد الدراسية. وذكر تنظيم لقاءات شهدت نقاشات واسعة بمشاركة المعلمين والطلاب والآباء ولجان الآباء في الفترة من 17 من يونيو المنصرم حتى الأول من يوليو الجاري لبحث كفاءة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك تطرقت اللقاءات على الكفاءة الطلابية وأسباب المقاطعة والرسوب والتقيب والأخلاق، وكذا دور ومساهمة أهلية في إنجاح التعليم الأكاديمي. وأشار مسؤول تعليم الكبار الأستاذ قبرز قابهر برهاني إنشاء نقاط تعليم الكبار وبرنامج عريوت ودراسة مسائية في كل من مدينة حقات ومناطق إدامر وعد فاكاي وحشيشاي وعد أري، موضحا متابعة 699 طفل هذا العام تعليمهم في برنامج عريوت و548 امرأة في برنامج محو الأمية و121 طالب في التعليم المسائي. من جهة ثانية، أفادت المعلومات الواردة مؤخرا عن تسبب أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية في اقتلاع أسقف 3 فصول دراسية، فضلا عن تسببها في إحداث أضرار مادية. هذا وتوجد في مديرية حقات 21 مدارس ابتدائية و12 متوسطة وثانويتين و14 مدارس قبل النظامية. استضاف استاد أسمر الدولي في 3 من يوليو نهائي منافسات أجهزة وزارة الدفاع التي بدأت خلال 29 من مايو
في الإقليم الأوسط. وحضر اللقاء النهائي كبار قادة الجيش يتقدمهم القائد العام لهيئة قوات الدفاع الفريق فيليب أوسولد يوهانس، ومسؤول ضابط الإرشاد والتوجيه المعنوي العقيد سولومون سيوم. وقد قدم مسؤول لجنة المسابقات لأجهزة وزارة الدفاع المقدم سولومون جابرييل تقريرا أوضح فيها أن المنافسة التي جرت بين الست فرق على كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والرماية، وشارك فيها 527 بينهم 120 من الإناث. وكان الهدف من المنافسات الرياضية هو بناء شاب واعي وقوي وتنشئة شباب يشاركون في المسابقات الدولية ممثلين وطنهم. وتميزت هذه المناسبة بمشاركة وكفاءة الإناث. وتوج فريق سابور بطلا لأجهزة وزارة الدفاع لعام 2023 متفوقا على عراق وعتارو وهمبول وحليبت وأبحني. وتنظم هذه المسابقة هذا العام للمرة الثامنة. تكفل الطلاب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2023 بنصيب 80% من مجموع الدم المتبرع به بهدف تنمية محتوى خدمات نقل الدم الوطني. وأوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم في خدمات نقل الدم الوطني الممرض محاري أبراهام خلال فعاليات التبرع بالدم التي شهدت تبرع 136 كيس دم، وقد تبرع بها معلمو مدرسة تخلي الابتدائية وأعضاء فرقة وزارة الدفاع الفنية وأعضاء المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومركز بلوتيكن للتدريب المهني والإريتريون القادمون من كندا في الأسبوعين الثالث والرابع من شهر يونيو المنصرم. وأشار الممرض محاري إلى أن المدارس هي مصدر دفاق للدم الآمن، مثمنا مساهمة وزارة التعليم الجارية بإدخال خدمات نقل الدم والجمعية الوطنية للتبرع بالدم ضمن خططها العملية. ودعا وزارة التعليم لتنظيم فعاليات التبرع إلى جانب الأعمال الصيفية التنموية بهدف تغطية قلة الدم التي يعاني منها بنك الدم الوطني مع إغلاق المدارس نهاية العام الدراسي. وأوضح مدير ومعلمو مدرسة تخلة أن تبرعهم للدم نابع من شعار إنقاذ الحياة التي لا تتعوض بدم الذي يعوض، مناشدين لاتباع ذلك سواء أكان على مستوى الأفراد أو المجاميع. نظم مركز التعليم والأبحاث الطلابي في مصوع بالتنسيق مع فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية حول تقنية الحاسوب والبرمجة والروبوتات ل 63 طالبا في الفترة من 29 من يونيو المنصرم حتى الأول من يوليو الجاري، استغرقت شهرا واحدا. وقال مدير مركز التعليم والأبحاث الطلابية الأستاذ دسبيلي محاري إن الهدف من المركز المنشأ بالتنسيق بين وزارتي التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية وإدارة الإقليم وغيرهم من المؤسسات رفع قدرات الطلاب وتعميق معارفهم المؤيدة بمعرفة علمية وفنية وعمل تطبيقي. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد عثمان أن الدورة المكثفة المقدمة لطلاب الصف التاسع هي دورة نظمت بهدف رفع اختراعات وقدرات الطلاب ضمن الجولة الأولى الموضوعة للتنفيذ خلال 3 سنوات، مثمنا للآباء والمعلمين الذين سعوا جاهدين لإنجاح البرنامج. وقدمت في المناسبة تقارير بحثية لتقنية التعليم والتحديات التي تواجه العملية التعليمية والخطوات المتخذة لحلها، فيما قدم معرضا طلابيا يحتوي على الذكاء الاصطناعي. استشهدت المناضلة قدسان أبرهة جبرسلاسي عضو وزارة الصحة في 3 من يوليو عن عمر ناهز 68 عاما. والتحقت المناضلة قدسان أبرهة جبرسلاسي بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وعملت قبل الاستقلال في مركز التنظيم الصحي وبعد الاستقلال في مستشفيات حليبت وعدخالة وأوروتا وسنبل منتصبة مسؤولية مختلفة، كما عملت كمنسقة مدارس مساعد التمريض، وهي مناضلة خدمت شعبها ووطنها بوفاء وإخلاص.
المناضلة قدسان أبرهة جبرسلاسي أم لمولود واحد. ووري جثمانها الثرى منتصف 4 يوليو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وأعربت وزارة الصحة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضلة قدسان أبرهة جبرسلاسي، وقدمت أحر تعازيها لأسرتها وزملائها ورفاقها. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ دول منظمة شنغهاي للتعاون من الثورات الملونة ومن حرب باردة جديدة في كلمة أدلى بها خلال قمة المنظمة. وبخصوص العلاقات الاقتصادية، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى حفظ السلام الإقليمي، مؤكدا معارضة بكين الحمائية، إذ دعا لبذل جهود لحفظ السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكد أن بلاده ستواصل مقاومة العقوبات والضغوط الخارجية. وأوضح بوتين أن روسيا تقاوم بثبات وستواصل المقاومة في مواجهة الضغوط الخارجية والعقوبات والاستفزازات. ومنظمة شنغهاي للتعاون التي أنشئت في عام 2001 تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا رسميا، وقمتها الحالية المنعقدة عبر تقنية الفيديو هي بضيافة الهند التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة. صرحت وزارتا الخارجية المصرية والتركية أنه تم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى تعيين السفراء لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها منذ طرد القاهرة للسفير التركي عام 2013، وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في عام 2021 مع سعي تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية. وتسارعت وتيرة العودة إلى الوضع الدبلوماسي الطبيعي بين أنقرة والقاهرة بعدما تصفح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالدوحة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح مطلو شان سفيرا لدى القاهرة. ولم يتبادل البلدان سفيرين منذ عام 2013، حيث طردت مصر السفير التركي واتهمت أنقرة بدعم منظمات تعمل على تغويض استقرارها. في خطاب ألقاه قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام 2024، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة. وأبقى ماكي سال موقفه بشأن الترشح غامضا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع يونيو أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات أسفرت عن مقتل 16 شخص على الأقل. وكان خصوم الرئيس يتوقعون ترشحه لولاية ثالثة. وانتخب ماكي سال عام 2012 وعيد انتخابه عام 2019، وقام بتنقيح الدستور عام 2016. وينص الدستور السنغالي على أنه لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. مدرسة حلايا الفنية تخرج 42 طالبا بمستوى الشهادة. إشادة بمساهمة أهلية فاعلة في تأمين خدمات تعليم أكاديمي كفو. الطلاب يتكفلون ب80% من مجموع الدم المتبرع به في النصف الأول من عام 2023. شي جين بينغ يحذر من الثورات الملونة، وبوتين صامت في وجه العقوبات. تركيا ومصر ترفعان مستوى التمثيل الدبلوماسي وتتبادلان السفراء.
الرئيس السنغالي ماكي سال يعلن عدم الترشح لولاية ثالثة. انتهت النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.